ازاي اعرف ان انا ابني بيتم التنمر عليه؟ اي تغيير مفاجئ في طبع ابني او سلوكه لازم يستوقفني، حتى لو هو اصلا كان عصبي او عنيف. ولو لقيت ان العنف والعصبيه بيزيدوا لازم اعرف ان في مستجد. ولو هو هادي وبقى هادي بزياده واكثر انطوائيه فاكيد في جديد. وفي اطفال بتتحول بقى تماما من طبع لطبع. كل ده ما ينفعش يعدي عليا من غير ما اقف واتكلم معاه واسال كل الناس اللي حواليه، سواء في المدرسه في النادي او في العيله. التنمر للاسف ما بقاش بس بين الاولاد وبعض، في اطفال بتعاني من تنمر مدرسين ومدربين، حتى افراد في العيله. لو ابني بيعيط من غير سبب او على اتفه الاسباب، او بيحاول يلفت الانتباه بافتعال مشاكل او بطرق غريبه، او لو بقى عنيف مع اخواته، او رافض يروح المدرسه بشكل مبالغ فيه، مش عايز يسمع الكلام ومعترض على كل حاجه، كل دي مؤشرات ان في مشكله سواء تنمر او غيره. بس لازم الحاجات دي توقفني، وعلى الاقل ابدا معاه حوار واقول له ان انا موجود لو هو عايز يحكي لي حاجه، وهساعدك، مش محتاج تقعد خايف لوحدك. هتقول له شاركني معاك في حياتك وهتلاقيني بطمنك.